الصلصه بتاعتنا خلاص اتسبكت اهي والرز سخن، وهنروح نحضر الكشري دلوقتي مع بعض في طبق. زي ما انتوا شايفين الطبق بتاعنا فاضي اهو. هنبتدي نحط الرز زي ما انتوا شايفين كده. الرز بتاعنا سخن اهو. اهو نزلنا بالرز بتاعنا، وبعد كده ننزل زي ما انتوا شايفين نزلنا بالرز. هننزل اهي، نزلنا بالمكرونه بتاعتنا كده. زي ما انتوا شايفين، وزي ما انتوا شايفين كده هنرص الصلصه بتاعتنا على وش الكشري اهي. معلش بقى عشان بصور بايد وبعمل بايد. اهي حطينا الصلصه. بعد كده هنحط البصل بتاعنا على وش الكشري كده اهو. زي ما انتوا شايفين نزلنا بالبصل، وهننزل بالعدس بجبة بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده انا سلقه الحمص اهو، واقول لكم برضو سلقته ازاي وعملته ازاي اهو. زي ما انتوا شايفين نزلت بالحمص بتاعه اهو. وده كان الكشري بتاعنا المصري بتاع النهارده. الحمص بقى بنعمل ايه؟ الحمص بننقعه في ميه قبلها بيوم احسن، مع معلقه خل وشويه ملح، ونسيبهم وتاني يوم نسلقهم. بيبقى الدنيا تمام وبيخلص معانا بسرعه وما بياخدش وقت. العدس بجبه انا سلقته الاول مع فصين توم وشويه كمون، وبعد كده صفيته كويس وشوحته في شويه زيت علشان يبقى زي بتاع المطاعم بالظبط. والرز كوبايه رز على نص كوبايه شعريه على كوبايه مكرونه تحمير اللي هي الصغيره خالص دي، وعليها شويه نص تقريبا نص كيس مكرونه اسباجيتي. ودي كانت وصفتنا النهارده، طبق الكشري الجميل ده زي ما انتوا شايفين كده اهو.